تعاقدات كثيرة قاموا بها أندية البطولة الاحترافية، وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على بعض الأندية والتعاقدات اللي قامت بها خلال هذا الميركاتو الصيفي. هناك أندية قامت باسترجاع لاعبيها القدامى، منهم الجيش الملكي، الرجاء الرياضي، والوداد الرياضي. بخصوص نادي الرجاء الرياضي، فالنادي تعاقد مع الحارس خالد كبيري علاوي، وفي خط الدفاع ترجع لاعبيه بدر بانون واسماعيل المقدم اللي سبق لهم حملوا قميص النادي الاخضر وتوجوا معه بعده القاب. وفي خط الوسط تعاقد الفريق مع موزيس اوركوما، محمد المكعازي، وعثمان الشريبي. وفي الهجوم تعاقد مع كل من بلال ولد الشيخ، معاذ الضحاك، واسماعيل خافي. أما بخصوص نادي الجيش الملكي فتعاقد مع الحارس أحمد رضا التاقناوتي، وكذلك ضمن صفوفه محمد العابد نوح، أيوب أيت خصو، يونس عبد الحميد، مروان الوادني، وجمال الشماخ لتعزيز خط دفاعه. وكذلك تعاقد مع سليمان البوشقالي وتوفيق الرازقو في خط الوسط. وفي خط الهجوم ضم كل من حمزة خابة، محسن بوريقة، رضا سليم، وأشرف الحباسي. أما نادي الوداد الرياضي فكذلك استرجع لاعبين قدام، وكذلك عزز صفوفه بلاعبين جداد لأول مرة كيحملوا قميص الوداد. وفي خط الدفاع تعاقد الفريق مع أمين أبو الفتح، غيرمي فيريرا، بارت ماييرز، وليد عتيق، ومحمد بوشواري. وفي خط الوسط ضم عبد الغفور الاميرات، وليد الصبار، جوزيف باكاسو، وعزيز كي. وفي خط الهجوم ضم حمزة الهنوري، زهير المترجي، تومي سونغ أوريوني، حمزة الوسطي، نور الدين أمرابط، ولورش. والبداية من حراسة المرمى التي عرفت استقطاب أسامة الرحماني وتجديد عقد صلاح الدين شهاب. وفي وسط ميدانه ضم الفريق الفاسي كل من أسامة نور الدين الموريتاني، عيسى بارك، أنس الطاهري من الدوري البلجيكي، وأمين ودغيري الإدريسي. كما عزز هجومه بسفيان بن جديدة، يوسف الدالوزي، الفرنسي كيفين يامغا، والهولندي المغربي سليمان علوش. وختاما بالدفاع ضم المغرب الفاسي كل من عبد الإله مذكور، عادل الرحيلي، النيجيري بنجامين تانيمو، مروان أورو، وحمزة إيتعلال. وكما أشرنا إلى شهاب فقد جدد الماس عقدي كل من سعد أيك الخرصة وأشرف هرماش.